عملائنا الكرام، أهلا بيكم. وهنرجع نعيد ونقول تاني ونكرر: اوعوا يا جماعة تستهونوا بموضوع حشو الفواصل. أهو آدي ده ما كملش 3 شهور، بس عشان راكب برضو أول دور. أنا هوري حضرتك، بص المنظر، بص هنا أهو. الحشو يعتبر إلى حد ما لسه موجود هنا أهو. لما نبتدي بقى نطلع لفوق ابتدى يفضى ويتاكل نتيجة المسح والتنظيف بس. وهو ده من مشاكل وعيوب الأسمنت لما أحشي بيه وأسقي بيه لوحده. أهو بص بقى في الجنب هنا حضرتك كده ودقق. طيب كل ده هيؤدي لإيه؟ هيؤدي إن المية بتاعت حتى النظافة، مش هقول لك مطر، مية النظافة العادية هتبتدي تتسرب. ونتيجة التسريب ده هيكون إيه؟ هيكون المشاكل اللي احنا حكينا عنها بدل المرة 10، وحضراتكم أساتذة وعارفينها أكتر مننا. يبقى مهم جدا ان احنا نهتم بموضوع مادة حشو الفواصل، وما نحسش ان الموضوع دون حاجة سهلة. وفرق التكلفة ما هوش كتير، لكن فرق النتيجة كبير جدا 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 جدا. نتمنى تكون المعلومة وضحت بصورة أوضح وأكتر، وإحنا مستعدين في الدعم الفني للرد على جميع أسئلتكم وتلبية كل طلباتكم من المنتجات. متنسوش اللايك والشير، ودمتم بخير، والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.